بس انت اخبرنا يا تاجر بآيات الله، ما هو دليلك على وجود الله، واين الله، وكيف يحيي الموتى، وما هو دليلك على ان القرآن كلام الله؟ كيف عرفت ولا نشأت في بيئة تمت برمجتك؟ ما مشكلة، انا نشأت في بيئة تمت برمجتي انه في اله، وانت نشأت في بيئة تمت برمجتك على انكار الاله. المشكلة شنو يعني؟ ما الاثنين مبرمجين. انا امنت وانت كفرت به. طيب بعد ما انا اللي امنت به لو طلع ما في، فلنفرض يعني انه ما في الاله اللي بؤمن به، انا طلع خرافه ما في، كده يا دوب بيساوي معاك، يعني ما حكون خسران حاجه. لكن المشكله يكون في اله حقيقه، انت بعدين الا تقوم جاري، والجري ذاته ما بينفعك، انت بعدين كتمت فيك، ما عارف كتمت فيك دي تفهم ولا لا. فبعد ما يكون بعد يطلع انا برمجتي تطلع خرافه واسطوره، يا دوب اكون معاك واحد يعني كنت مؤمن معتقد بحاجه وطلعت ما في، الموضوع ايزي يعني، ما مشكله كبيره. لكن المشكله انت تنكر ويطلع فيه، ها بعدين تجري وين؟ تتحشر وين بعدين؟ واحد. الحاجه الثانيه، الاله اللي بؤمن به وانا ده ما نازل انتخابات، انت مفتكره محتاج لصوتك يعني؟ انت مفتكره محتاج لصوتك عشان ترم له في صندوق؟ انت قايل له نازل انتخابات ولا شنو؟ ما تعمل به براحتك، مش انا اللي بجيبه لك واثبت لك. فتشوا انت اللي بتفتش وتؤمن به، هو ما محتاج لك اصلا يعني، ده وجود انت بتفتشه زي وجودك ده. امنت به ما امنت به قبلك المليارات من البشر كفروا، انت قايل نفسك اول واحد جبت الرائحه، انت مفتكر نفسك يعني اخترعت لك حاجه كده. قبلك الناس من عادي نوح قاعد يكفروا بالاله ده وينكروه، بس ما في مشكله، عادي جدا. الدنيا دي مليانه ناس بالمناسبه بينكروا وجود الله، هذا راحتهم، ده العقل اللي عندهم وفر لهم الكلام ده. فما تفتكر انا ملزم يعني عشان اعمل لي جوطه كده واثبت لك الاله والدليل وكده. لا 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 لا، الله ده ما نازل انتخابات ولا محتاج لصوتك. دي واحد. اما من قال لك القران كلام الله، القران بلا قال كده، قال انا كلام الله، انت اثبت لي على انه ما كلام الله، مش انا اثبت لك لماذا امنت بالقران، لكن انت مطالب لماذا كفرت بالقران. لان القران ما في حد مدعى، ما مكتوب فيه من المنفلوطي ولا منسوب لاحد الكتاب، فيه ادعاء صاحب الكلام اللي في القران ده، فيه ادعاء نسبه الى الله، قال من الله، معناه انك كذب على انه ليس من الله. بعدين انت اذا ما مؤمن بالوجود الالهي اصلا ما لكم على القران ثاني، ما لكم على القران، انت توضح لي لماذا كفرت بالقران عشان انا ابين لك لماذا انا امنت به. فما الموضوع ايزي يعني، ما تفتكر يعني بكلامك ده انك ولا انا ملزم عشان اثبت لك، وما عندي لك دليل ذاته. انت قال الدليل ده يدوا اي زول، انت ذاته ما بديك لي بالمناسبه.